في يوم عادي جدا، الشمس حارقة فوق رؤوس الجنود، والعرق بيغطي وجوههم، وكل واحد منهم واقف في موقعه مستني الأوامر. ومحدش فيهم كان يعرف إن اليوم ده هيكون آخر يوم في حياة واحد منهم. آدم شاب بسيط، دايما مبتسم، بيحب زملائه، وكان الكل بيحبه عشان قلبه الطيب وكلامه اللي كله طاقة إيجابية. كان دايما يقول: أنا أموت، لكن أهم حاجة محدش منكم يتأذي. وفجأة حصل صوت انفجار هز المكان، والتراب طار في الجو، والكل بيجري يمين وشمال. القائد بيصرخ: قنبلة جاية علينا! وفي اللحظة دي آدم ما فكرش وما حسبهاش وما خافش، جري بكل قوته ناحية القنبلة، وزملائه بيصرخوا: آدم ارجع! لكنه كمل جري وهو بيبتسم ابتسامة فيها شجاعة الدنيا كلها. وآدم مسك القنبلة بإيده ورماها بعيد، لكن الوقت ما كانش كفاية، والقنبلة انفجرت فيه هو، والسما اتملت دخان، والأرض اهتزت، والكل جري عليه في صدمة. ولما وصلوا لقوه ماسك سلاحه بإيده، ووش عليه ابتسامة هادية جدا، ابتسامة فخر، ابتسامة بطل مات علشان غيره يعيش. وساعتها الكل سكت، ولا صوت اتقال، بس كل واحد فيهم فهم يعني ايه بطل حقيقي. ومات آدم وهو بيضحك ضحكة الشجاعة والتضحية والرجولة. رحم الله كل بطل مات علشان وطنه يعيش.